دي حبوب في الهنش. حبوب فين حضرتك؟ انا قاعد وسط ناس. طب قولي لي وطي الصوت، طيب البس سماعه في ودنك، اي حاجه علشان ما حدش يسمع اللي احنا بنعمله ده. ليه تحطيني في موقف زي ده؟ هنش كله مليان حبوب، داخله على جواز ومكسوفه قوي ان انت تقعدي قدام خطيبك بحبوب في التوته. تقعد قدام مين حضرتك؟ خطيبها؟ هو ايه اللي يخلي خطيبها يشوف الحبوب اللي في التوته؟ ولا تقعد؟ انت بتقولي ايه؟ تعالي هقول لك على وصفه جامده فاخر من الاخر. هتجيبي جل صبار زي ده وتفتحيه وتاخدي بالمعلقه دي كده وتدهني بيها التوته. طب دهنتي بيها التوته، سيبيها تتشرب التوته كده، واقعدي صدريها في وش اي حد، خطيبك، جوزك، قريبك، امك، سلفتك، حماتك، حماكي، صدريها وقنبريها. حضرتك هي التوته دي ملهاش اهل. طب يعني تصدرها للي قدرها، انما مش لاي حد وفي وش اي حد كده. وفي وش الزبون واضربيها. انت هتفسي ولا ايه؟ انا مش متخيل بصراحه تصدرها وتفسي ليه الترجيع ده كله يعني. طب ما تقولي الموضوع من غير تفاصيل، يعني قولي الموضوع كده شك بركب على بعض من غير اي حاجه من اللي انت بتقوليها دي، مش لازم تفاصيل. بموت مش قادره. سيبيها تنشف خالص وخدي الحياه بارتياح وانبساط، وكرريها مرتين في اليوم، مره الصبح ومره بالليل. هتلاقي على فكره انت اغنيه مفتريه. الجلد ده مات، الحبوب نشفت وابتدت تقع، والمكان ده المنطقه دي اتفتحت. تقدروا كمان تدهنوا كده من قدام من منطقه الفخدين. اي حد عنده سواد او التهاب او حبوب ولا حاجه، جل صبار جامد. حضرتك احنا دخلنا في الفخاد والتوته هو في ايه؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ انا بصراحه مش عارف انا موجود هنا ليه. انا هقلب.